إيه اللي مسهّرك يا بابا؟ عادي، النوم ما جاش. وأنتِ؟ ينفع أتكلّم معاك شوية قبل ما تنام؟ طبعًا، اتكلمي. آآ إيه رأيك في العرض المسرحي؟ جميلة. أنتِ عندِك شك إني مش باحبِك وإني مش خايف على مصلحتِك أكتر من نفسي وبافكّر لمستقبلِك. أنا متأكدة يا بابا من حاجة زي كده. بس الحق يا بنتي إن دي أول مرّة أحس إني فعلًا ما فكّرت الصح، إني فكّرت في نفسي أكتر ما فكّرت فيكِ، وأنتِ عايزة إيه ومستقبلِك إيه. أنا بس كنت عايز والّا أقول لِك خلاص مش مهم، اللي فات مات، خلّينا في دلوقتي. قصدك إنك صرفت نظر عن موضوع الجواز؟ المرّة اللي فاتت كنت هاخد القرار عنِّك، بس المرّة دي مش هاعيد نفس الموضوع. جميلة، أنا هاسألِك سؤال واحد وردِّك هيكون هو الحاسم. اسأل يا بابا. أنتِ حابة تكمّلي في موضوع الجواز والّا نأجّله؟ أنا عمري ما شكيت لحظة إنك بتحبني وخايف عليّا يا بابا. كل الحكاية إن أنا طول الوقت بافكّر في مذاكرتي ومستقبلي وامتحاناتي ولعبي والكورة وأجازة آخر السنة، وفجأة لقيت إنه مطلوب منّي في أقل من سنة أفكّر في بيت وزوج وعيال وحياة تانية خالص، حياة يمكن أحبها لكن بعدين، لمّا عقلي يفكّر فيها ويتخيّلها وأبقى عايزة فعلًا أعيشها. خلاص، اعتبري الموضوع انتهى. ارجعي مدرستِك وللكورة ولأصحابِك لحد ما النصيب يوصل في ميعاده. مش مهم بقى يوصل بدري والّا متأخّر، المهم وقتها تبقي جاهزة لده.